أعزائي المشاهدين ومتابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة اليوم من برنامج الحكاية بداية. زي ما احنا متفقين مع بعض إن كل واحد فينا جواه حكاية معينة، وكل حكاية أولها أو أساسها بداية. وحكايتنا النهاردة أو موضوعنا النهاردة بتنحصر في مجال الصحافة والإعلام. وزي ما عودناكم في كل حلقة سابقة إن احنا دايما بنسلط الضوء على الشخصيات الهامة في مجتمعنا، بل في المجتمع العربي كله. ومن إحدى هذه الشخصيات المؤثرة اللي هي النهاردة متواجدة معنا في الحلقة، قد شاركت العديد من المقالات الصحفية والإعلام في المجال بالأجمع، وأيضا له تاريخ وصولات وجولات من المحافل. ويسعدنا من هذا المقر تحديدا وهو مقر النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام، نرحب بالنقيب الأستاذ عبد الرحمن الشاذلي. منور الدنيا يا فندم. انتوا اللي منورين النقابه كلها، ده شرف ليا طبعا. تسلم لي، الله يخليك يا استاذ. طبعا بعد الترحيب احنا عندنا شويه اسئله كده. طبعا هتحكي لنا الاول، انت اصغر واحد في المصالح الحكوميه والنقابات والوزارات كسنا ما شاء الله. عايزين نعرف سر نجاحك من البرنامج اسمه الحكايه بدايه، في حاجه بسيطه كده. ازاي طلعت مره واحده ما شاء الله؟ ازاي بقيت ما شاء الله لامع وكل المجتمع العربي كله بيتكلم عنك وعن نشاطك وفي ايجاز؟ يعني حاجه بسيطه كده. بس والله استاذ، انا كده انا اصلا في الاساس كنت الامين العام للنقابه، وكنت مقيد في سجلات النقابه كمحرر اعلامي، وانا دارس للاعلام، فبالتالي كنت يعني متعمق في العمل الاعلامي كتير. ولما توفى السيد الامين العام السابق للنقابه توليت بالانابه كامين عام، وبعدها توليت مجلس النقابه بشكل رسمي، وتم انتخابي بصفه رسميه كنقيب عام للنقابه العامه للعاملين بوسائل الاعلام. واتمنى ان انا اكون عملت فرق او سبت بصمه في دور النقابه في الدوله وفي الوسط الاعلامي بشكل عام. واتمنى دايما ان كل الاعلاميين يتقدموا بوجود النقابه وبوجودهم. طبعا انا بارك لك النهارده عن طبعا المقر الجديد، ومستحدثا يعني من كام شهر انت حضرتك اخترت فعلا واشرت في هذا المكان المنظم الجميل. طبعا اكيد في انشطه جديده، وانا شفت على صفحتك او في ناس تتبع صفحتك متابعينك الجمال قالوا ان حضرتك اعمل اعلانات على الوظائف شاغره في مختلف تحديدا. يمكن في قريت حته جزء الكمبيوتر والجرافيك والحاجات ديت، فكلمنا عنها برضه. ده عشان قطاع التدريب، لان تم تفعيل قطاع التدريب وتولت رئاسه قطاع التدريب الدكتوره خلود هيكل، وبدأت في دورات تدريبية وفي أقسام الدورات التدريبية. فبالتالي كانت محتاجة مجموعة من المنظمين عشان يقدروا يشتغلوا على المنظومة التدريبية أو على الدعاية الإلكترونية للمنظومة التدريبية. فعشان كده أعلنت على الوظائف الشاغرة بالنقابة، أو بالأخص عشان أكون موضح الأمر بقطاع التدريب. وأتمنى إن الأمر يمشي بشكل جميل، وإن احنا نلاقي منه ناتج إيجابي مع كل الشباب وكل خريجين الإعلام بشكل حديث. يعني نقدر حضرتك انت يعني وضحت هذه الرؤيه، عشان في ناس بيقول لك ده يعني تبع النقابه وهنشتغل في النقابه ويطلع لك لا، ده هو بروتوكول بينه وبين التدريب، جهات شريكه بتعمل معاهم بروتوكول وييجوا يعملوا تدريب ورش والكلام ده. مجرد ما بتخلص الورشه بيحصل على شهاده ويبقى برضو يبقى مدعم يعني. عايزين برضو نسال ناس كتير بيكلمونا يعني وبيكلموا ناس، عايزين ايه الفرق لما يكون واحد نشط في مجال وعامل لقاءات وعامل صولات وجولات من يعني ليه داتا على اليوتيوب وعايز يشترك في النقابة. عايزين نعرف بس هو عشان في ناس بتبقى في موظفين عاملين وخايفين برضو على وظيفتهم، وفي ناس تانية
متفرغه. كلمنا على ده وكلمنا عن ده. اولا انا وصل لي صوره ان في ناس بتخاف ان هي تتجه للنقابه في حاله ان هي قامت باعمال اعلاميه ولكن لم تقنن وضعها او لم تلتحق بعضويه النقابه او لم تقيد بالنقابه يعني بشكل رسمي. طبعا ده امر مغلوط تماما. النقابه فاتحه بابها لكل اعلاميين الدوله، الشباب والعاملين بشكل فعلي واللي كانوا بيعملوا في الوسط الاعلامي وتركوا العمل. ليه؟ انت عشان تقدر النهارده تقوم بعمل إعلامي بشكل سليم، أولا اللي بيقيمك واللي بيشرف عليك واللي بيوجهك بشكل سليم هو النقابة. اللي هيقول لك إن ده غلط وإن ده صح النقابة. ففي نفس الوقت اللي هيأهلك ويقنن وضعك الوظيفي في الدولة هو النقابة. فأنت إزاي أصلا لو أنت شاب حديث تخرج من كليات الإعلام، إزاي هتقدر إن أنت تمارس العمل الإعلامي من غير ما تكون عضو نقابي؟ بالعكس أنا فاتح لك بابي عشان تبدأ تنضم للنقابة، والنقابة موجودة من 2011 مش من النهاردة. فالنقابة بقى لها أكتر من 15 سنة فاتحة بابها لكل إعلاميين مصر. فالنقابة بتقنن وضعك وبتحميك، لا تضرك أبدا إلا إذا خرجت عن سياق العمل وضريت. ساعتها النقابة مش هتقف في صفك وهتضطر ان هي تتخذ اجراءات قانونية ضدك. لكن في حالة ان انت عايز تشتغل وعايز تسعى في الوسط الاعلامي بشكل سليم وعندك المقومات اللي تخليك تصلح للشأن ده بشكل كامل، انا بسندك والنقابة بتسندك ولا تعترضك في اي شيء ولا اي اجراء. عايزين برضو نعرف يعني من الشروط المطلوبة الأساسية. يعني بنواجه كتير يقول لي وانا لما انا ابقى في النقابة ومعايا كارنيه ويطلع لي كارنيه عشان خاطر ممارس ومزاول المهنة، فبيطلع لي كارنيه اللي هو سنويا ده بيطلع بالنقابة ورسمي وكل حاجة. طيب سهل جدا ولا صعب جدا في حماية للكارنيه؟ في ناس تقلد الكلام ده في جهات أخرى. هل انتوا بتكتشفوا المصادر اللي هي مزيفة اللي بتعمل تقلد الكارنيه بتاع النقابة عن طريق مصادر مطابع وحاجات زي كده؟ وإيه الإجراءات القانونية اللي بتتخذها من النقابة لهذا الشخص؟ اولا عايز اقول لسيادتك ان اللي بيعملوا تقليد للكارنيهات او الكلام ده كله نصب. لكن نيجي للاطار القانوني، ففي قانون في الدوله بيحظر تعددية النقابات. يعني كل فئة وظيفية في الدولة لها النقابة المنظمة لشؤونها ولها النقابة التي ترعى مصالحها وتحمي حقوقها. فبالتالي أولا أنت عشان تكون عضو في النقابة بتقدم لك خدمات زيها زي كل النقابات، بمعنى أن النقابة من دورها ومن أولوياتها هي رفع مستواك المعيشي، هي تحسين الحالة الاجتماعية، هي تطوير أدائك المهني في الجانب المهني الخاص بشؤون عملك، هي حماية حقوقك، هي توفير مميزات وخدمات لأسرتك بشكل عام. ده دور كل نقابة، دي أسباب إنشاء النقابة اللي نصوا عليها في اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 التي تنص على حق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم بكامل الحرية. يعني إيه؟ يعني كل فئة في الدولة من فئة وظيفية هي بتختص مجموعة منها بيقروا في محاضر اجتماعات رسمية بإنشاء نقابة ليهم تحمي حقوقهم بالظبط وتقنن أوضاعهم الوظيفية وتشرف عليهم عشان يقدروا إن هم يحسنوا من العمل الإعلامي الخاص بيهم أو من العمل بتاعهم بشكل عام في مختلف المجالات عشان يقدروا يفيدوا الدولة ويفيدوا نفسهم. فالنقابة ليس لها بدائل ومفيش نقابة ليها بدائل. فأنت عايز تتجه للطريق الصحيح للطريق السليم، أنت بتعمل في الوسط الإعلامي في فئة وظيفية زي مقدم برامج أو معد برامج أو مخرج أو مخرج تلفزيوني يعني أو مصور بالقنوات الفضائية أو بالعلاقات العامة أو بالدعاية والإعلان أو بالتسويق أو بالتنفيذ وتصميم الجرافيك، يعني مختلف المجالات في الوسط الإعلامي بتتجه مثالا للنقابه العامه للعاملين بوسائل الاعلام. انت النهارده مثلا بتشتغل فني تصوير، فني طباعه، فبتتجه للنقابه العامه للصحافه والطباعه والاعلام، هي المختصه بالفئات الحرفيه من الوظائف الاعلاميه. انت دلوقتي مثلا بتعمل في مصور ولكن مصور في الوسط الفني، فبتتجه لنقابه المهن التمثيليه دي عشان بتثبت كمصور سينمائي. فكل نقابة مختصة بفئة معينة من الشعب العاملة، فما ينفعش ان احنا نخلط الامر وما ينفعش ان احنا نتجه. ما ينفعش انت تكون مقدم برامج وتروح تطلع كارنيه ممثل من نقابة مهن تمثيلية، ما ينفعش ان انت. وبعدين في نقطة عايز اوضحها،
عشان في بعض الإعلاميين فاكرين إن المهنة اللي بتثبت لهم بشكل رسمي في الرقم القومي مسماها مذيع. ده خطأ فادح. ليه؟ لأن كلمة مذيع هي لقب، ولكن المسمى المهني السليم والقانوني هو مقدم برامج بالقنوات الفضائية أو مقدم برامج إذاعية على حسب مجال عملك. ونفس يعني الكلام اللي حضرتك أشرته، وفعلا الكلام ده يعني ممكن يكون واحد زي ما بنشوف في التلفزيون دكتور عناية بشرة شعر بتاع يطلع تجميل دكتور ويقول لك مقدم برامج. ما ينفعش يقول لك أنا إعلامي. كلمة إعلامي دي تخوف، إنه لازم يكون حاصل على بكالوريوس إعلام، فهو مقدم برامج. أبقى دكتور، أبقى محامي مقدم برامج، أبقى اتفضل. بص، أولا الوظيفة الإعلامية هي بالدراسة وبالممارسة، فمش بالشرط يكون دارس إعلام، ولكن لو مارس يعني ايه بقى مارس المهنه؟ يعني اتدرب في قناه بشكل رسمي، يعني ده عملي. طيب نظري بقى لازم يكون اجتاز دوره تدريبيه رسميه، يا اما بالمنظومه التدريبيه الخاصه بالنقابه، يا اما من خلال مراكز تدريب او اكاديميات معتمده لدى التعليم العالي او لدى النقابه بشكل رسمي او لدى جهه وزاريه بالدوله. يعني يكون معتمد بصفه رسميه وتم الاشراف عليه، مش الجهات النصابه اللي بتروحوا تدفعوا لها فلوس وفي الاخر بتاخدوا شهادات وشكرا وما بتتعلموش. لا، انا لازم اتاكد ان الجهه دي علمتك وان انت مهني بشكل فعلي. ليه؟ لان الاعلامي من دوره هو بيخاطب مواطن، يعني بيرسخ معلومات ومبادئ واخلاقيات واسس في المواطن، يعني في المجتمع، والمجتمع ده هو الدوله. والدوله النهارده لما بتيجي تبني او بتيجي تصنع او بتيجي تشتغل او بتيجي بتطور بمين؟ بتطور بقوتها التشغيليه اللي هي الطاقه البشريه، يعني الطاقه العقليه، يعني الطاقه العلميه. يعني سيادتك في الاساس لازم يكون عندك علم عشان تقدر ان انت تشتغل وتنتج وتفيد نفسك وتفيد الدولة. انا النهاردة لو شغلتك وانت بدون علم، انت هتضرني وهتضر المواطن وهتضر الدولة وهتنقل معلومات مغلوطة هتدمر ثقافة المجتمع. فهي دي مبادئ الامر ومقوماته، ولكن مش من المقومات الاساسية انك تكون دارس اعلام. لكن ممكن يكون عندك انت حبيت الوسط الاعلامي وعندك اللباقه وعندك الكاريزما وعندك، ورحت بقى كملت ده بايه؟ كملت ده بالدوره التدريبيه النظريه وبالدوره التدريبيه العمليه. فانت مارست العمل الاعلامي ومتحصل على المقومات اللي تاهلك للعمل الاعلامي. فده انا ما اقدرش اعترض عليه، لازم هضمك للنقابه. سؤال مهم جدا برضو عايزين برضو نطرحه للساده المشاهدين. كانوا بيقولوا حته برضو البطايق. هي طبعا احنا عارفين ان النقابه يعني مع دايما متضامنه مع وزاره القوى العامله، وعاملين انتوا نظام بحيث في جوابات بتصدروها لبعض على اساس البطايق. يعني احكي لنا. تمام اتفضل. اولا وزاره القوى العامله هي وزاره بها قسم اسمه اداره الاتصال النقابي. اداره الاتصال النقابي دي كل دورها ان سيادتك لما بتيجي في انشاء النقابه وفي تحديث بيانات النقابه وفي توثيق اوضاع النقابه بشكل دوري، انت بتودع اوراقك لدى الوزاره، ولكن الوزاره خلاص بتصدر بشانك خطاب لقطاع الاحوال المدنيه باعتماد كتاب دوري يعتمد بيه اختامك ويعتمد بيه الوظائف المعتمده ليك كجهه نقابيه. ليه؟ لان قانون عدم تعدديه النقابات بينص على ان ما ينفعش نقابتين يثبتوا نفس الوظيفه. فبالتالي الوزاره بتصدر خطاب لقطاع الاحوال المدنيه باعتماد اختامك وباعتماد المهن المثبته ليك، عشان مش هينفع تثبت لغيرك. كويس؟ فادي اول هام. كل نقابه في الدوله مقننه بشكل رسمي، اختامها معتمده على قطاع الاحوال المدنيه، وصادر بشانها كتاب دوري زي النقابه العامه لعاملين وسائل الاعلام الصادر بشانها الكتاب الدوري رقم 34 لسنه 2011 باعتماد اختامها واعتماد المهن التابعه لها. والمهن التابعه لها دي يعني لو سيادتك اطلعت عليها هتلاقيها كافه الوظائف الاعلاميه بلا استثناء. فحتى كان حصل اعتراض فيما سبق ما بين النقابه وبين نقابه الصحفيين على كلمه محرر، لما النقابه هنا معتمد لها محرر اعلامي ونقابه الصحفيين معتمد لها محرر صحفي. وطبعا احنا بنحترم كيان نقابه الصحفيين احترام كامل، لان النقابه عريقه ولها اعمالها ولها على مدار سنين وخدمت اعضائها بطريقه عظيمه وبطريقه مهوله. احنا يمكن يعني بنحاول نقترب من الدور اللي قامت بيه نقابه الصحفيين في السنوات السابقه. احنا ما نقدرش ان احنا نزايد عن نقابه الصحفيين ابدا. نقابه الصحفيين جهه لها احترامها ولها ثقلها في الدوله. فلما حصل الاعتراض في الشأن ده، فلما فحصوا الامر لقوا ايه؟ لقوا ان المحرر الصحفي
مختصه بنقابه الصحفيين. والمحرر الصحفي يختلف عن المحرر الاعلامي. ليه يا فندم؟ المحرر الصحفي هو اللي بيكتب المقال اللي بيتم نشره في الصحيفه الورقيه وبيتم قراءته من القارئ، ولكن المحرر الإعلامي هو اللي بيقوم بنشر المقال على لسان المذيع على الهواء، هو اللي بيكتب لك موضوع الحلقة، مش إعداد الحلقة، موضوع الحلقة. فموضوع الحلقة ده سيادتك بتتكلم في إطاره وفي سياقه على الحلقة زي المقال بالظبط، ولكن هنا بيكون ليه مستمع ومشاهد، فبيكون مرئي ومسموع. هنا مقروء وله قارئ وله طريقة في صياغة الخبر وكتابة المقال، وهنا له مشاهد ومستمع وله طريقة في صياغة طرح الأمور على الهواء بشكل مباشر. فده ليه منظومة بتنظم عمله، وده ليه منظومة بتنظم عمل. فهنا حصل الفصل ما بين الوظيفتين، فبقى في المحرر الصحفي تابع نقابة الصحفيين، وبقى في المحرر الإعلامي تابع للنقابة العامة عاملين بوسائل الإعلام. فهذا هو الفرق. وده اطار اثبات المهن او اعتماد المهن. وبعدين في نقطه، لان كان طلع اشاعه على النقابه في فتره سابقه ان النقابه دي بتخلي اي حد ماشي في الشارع اعلامي. دي اشاعه مغلوطه تماما، بالعكس ده النقابه النهارده بتفلتر في كل الاعضاء اللي موجودين من 2011 الى اليوم عشان تنتقي منهم من له الاهليه للعمل الاعلامي فقط لا غير. فبالتالي النقابه لا تثبت المهنه في الرقم القومي لاي اعلامي الا بعد اثبات اهليته للوظيفه الاعلاميه. بس يا فندم. طبعا انا مش هقدر، يعني انا حزين بجد ان انا هختم اللقاء معاك المثمر الجميل دوت. لقاء طيب ولقاء جميل، واحنا في يعني ترحاب طبعا سياده النقيب النهارده في المقر بتاعه، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء، ان شاء الله لقاءات اخرى دايما مع بعض. واحنا طبعا انت عارف اللي بينا ايه، حبايب وصديق ليا غالي حضرتك. الله يخليك، الله يخليك. انتوا عماد النقابه. الله يخليك. النقابه من غير اعضائها لا تكون نقابه. النقابه عشان تكون نقابه، عشان تكون كيان نقابي سليم، لازم يساندها اعضائها. النقابه دي بيت لكل العاملين بالفئه الوظيفيه اللي بتنشأ ليها. يعني النقابه دي مثلا بيت كل اعلاميين مصر، وعمرها ما هيكون ليها شأن ولا عمرها هتقدر تخدمكم او تفيدكم الا وانتوا بتساندوها بالفكر وبالعلم وبالعمل وبالاراده. ساعتها نقدر نخدمكم الى ابعد الحدود. وفي نهايه حلقتنا بنشكر معالي النقيب عبد الرحمن الشاذلي على هذا اللقاء الرائع. شكرا ليك وتحياتي ليك، وباذن الله انتظرونا في حلقه جديده اخرى من برنامج الحكايه بدايه. كان معكم ياسر بشاره، شكرا لكم اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.